لا امه بتندى عليا وايه بقى وبتصوت. انت يا طارق تعالى تعالى، واروح جري. يجيلك واحد وانا فاتح اللايف يخش يقول لي ايه، انت تاكل كل ده لوحدك ازاي؟ قلت له يا عم اتقي الله، احنا عازمين ناس، وحتى لو هاكل ده كله لوحدي ما صحش تقول لي كده يعني، قول بسم الله ما شاء الله. وايه ما حطيتش في دماغي بصراحه، قمت ايه مقفل البايركس وبتاع، قمت مدخله الفرن. ما فيش ربع ساعه بالظبط ولا امه بتندى عليا وايه بقى وبتصوت. انت يا طارق تعالى تعالى، واروح جري. الاقي طبق البايركس مطرشق، مطرشق حرفيا والله العظيم، وداخل في اللي وراك الازاز والدنيا متبهدله. وانا بقى ايه، امي كانت ماسكه لي اللايفات تقول لي ايه الناس بتحسدك، ناس بتحسدك. فانا قلت ايه اخدها في الملف قبل ما تيجي ايه تقول لي ايه اللايف، انت كنت بتصور اللايف وانت بتعمله فاتحسد. قلت لها ياما انت جبت الاكل ده قدام حد؟ قالت لي لا والله يا ابني. قلت لها طب وانت واقفه عند الفرارجي كده محدش شافك وانت بتجيب اللي وراك دي؟ قالت لي لا والله. قلت لها طب وانت داخله البيت محدش لمحك؟ قالت لي اه والله دي فلانه الفلانيه شافتني. قلت لها هي دي يا ماما، الوليه دي عينيها استغفر الله العظيم يا رب، عينيها مدوره وانا ما بستريحلهاش. قالت لي هي والله يا اخي، هي السبب، دي هي اللي نتشتني عين. قلت لها ياما مش مشكله فداكي ولا يهمك، ولا يهمك، المهم انك كويسه، بس برضه امه ما يصحش تجيب الاكل قدامها. قالت لي طب وانا اعمل ايه طيب يا طارق ما انا ما اعرفش. قلت ايه ملبسها في جارتنا عشان خاطر لو افتكرت ان انا كنت طالع لايف. البايركس ده مصوره في الفرن، اصوره لكم انزله لكم الفيديو اللي بعد ده على طول.